هنأت سفارة المملكة المتحدة المغاربة بقرب إنجاز أضخم ملعب كرة قدم في العالم ضواحي مدينة الدار البيضاء لاستضافة مباريات مونديال 2030. ونشرت الصفحة الرسمية للسفارة البريطانية على شبكة التواصل الاجتماعي صورة قالت أنها مماثلة للشكل الداخلي لملعب الدار البيضاء الكبير، والذي حظيت شركة بوبلوس البريطانية بشرف إنجاز هندسته. وحسب السفارة البريطانية فإن الشركة التي فازت بإنجاز الشكل الهندسي للملعب قامت بمحاكاة ملعب توتنهام الإنجليزي، والذي تم افتتاحه قبل سنوات قليلة فقط بالعاصمة البريطانية لندن. وسيكون الملعب الكبير بمدينة الدار البيضاء الأكبر في العالم بطاقة استيعابية تبلغ 115 ألف متفرج، بينما سيحظى بهندسة داخلية وخارجية خارقة. وأضافت بوابة السفارة البريطانية على أن هذه المعلمة تدخل في إطار النهضة الرياضية التي يقودها جلالة الملك محمد السادس لتطوير لعبة كرة القدم في المملكة المغربية ونيل البلاد، شرف استضافة مونديال 2030 عرفانا بما حققه المغرب من حيث البنيات التحتية والإنجازات الكروية للمنتخبات المغربية.